والاستوديوهات التحليلية. يعود إليكم لتعود متعة التحليل الرياضي. استاد كورة اف ام. انتوا لسه بتسمعوا استاد كورة اف ام مع كريم حسن شحاتة. استاد كورة اف ام. افكركم بلقاءات النهارده في بطوله الدوري الاسبوع السادس. عندنا لقاءين، لقاء بعد ساعه من دلوقتي لقاء طنطا والاتحاد السكندري في ملعب طنطا، ولقاء المقاولين العرب والشرقيه الزقازيق ان شاء الله الساعه 5:30 من استاد المقاولين العرب. خلينا كده برضو نمشي شويه مع استطلاع الراي ورسائل المستمعين. عمار حمدي بيقول متعب لو برجل واحده يلعب على اي حد في مصر يا كابتن كريم، وانا مع استمرار متعب، ومتعب مش هيمشي من الاهلي. محمد سنوه بيقول السلام عليكم كابتن كريم وسلام الكابتن سامي وشادي. عماد متعب هو من يحدد مصيره، هل هو قادر على العطاء ام لا؟ اتمنى ان يبقى في الاهلي حتى نهايه الموسم ويعلن اعتزاله داخل النادي الاهلي حتى لا يخسر مثل لاعبين سابقين. سعد محمد بيقول يعتزل لانه كفايه، عمل امجاد كبيره واللي جاي مش هيكون اكتر من اللي عمله قبل كده. طيب خلينا نروح للحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات ونسلم عليه كده ونقول له كل سنه وانت طيب يا حاج عامر. طيب يا كابتن كريم، اخبار حضرتك ايه؟ كله خير الحمد لله. كله تمام الحمد لله. عندنا اكتر من حاجه كده عايزين نسال حضرتك فيها. اتفضل. اول حاجه ماتش الاهلي وطنطا هيتلعب فين؟ محطوط في الجدول في المحله ان شاء الله. المحل. في المحل. هل هيتلعب في المحله فعلا ولا في نيه لنقله اسكندريه؟ بعتنا جواب للامن. ايوه. ومضينا اي طريقه حتى الان يعني. الامن ما ابداش في اي قرار يعني. حتى الان ما فيش يعني المباراه قائمه في المحله، مفروض في استاد المحله ان شاء الله ان شاء الله. طيب نادي اسوان امبارح بعد المباراه، اسوان والانتاج الحربي، كنت بتكلم مع اعضاء مجلس اداره ونائب رئيس النادي، كانوا منفعلين جدا وزعلانين والكلام ده، وقال لك في اضطهاد من لجنه المسابقات في اتحاد الكوره ان هم دايما بيلعبوا ماتشاتنا بالليل واحنا بندفع 50,000 او 60,000 نلعب بالليل. كنا بنلعب قبل كده الساعه 3. فانا رديت قلت الجو حر يا جماعه في اسوان، فالراجل بيحاول رئيس لجنه المسابقات يخلي الماتشات بالليل دايما عشان الجو، سواء نادي اسوان نفسه ما يتاثرش او بقيه الفرق. قالوا لا دي حاجه مضطهده، دي حاجه موقف متعمد ضد نادي اسوان. طبعا حضرتك رديت عليه طبعا، ما فيش كفايه يعني. انا اعرف دايما الانديه بتشتكي ان هي بتلعب في جو وحش، او اللي بيلعب الدور بيشتكي، لما اللي بيلعب في جو كويس بيشتكي. فبرد عليه واقول له ايه يا كابتن كريم؟ خاصه ان اللعيبه بتاعته دي كلها يعني من القاهره، وشوف حد من اسوان. يعني مش عايشين هناك واخدين على الجو يعني، عشان ما بنلعبش في بطوله افريقيا ان كل واحد يحدد الميعاد اللي يعزل فيه النادي الثاني عشان يستفيد من العذاب بتاعه. احنا بنعمل جدول عشان الجدول دوت يتباع، وفي قنوات فضائيه، وفي اهميه للمباريات، وفي اليوم دوت على حسب اليوم دوت اهميه المباريات ايه وايه الجو المتاح. طنطا ما عندهاش اضاءه، فيلعب الساعه 3 او يلعب 2:30 بيلعب الظهر. فايه اليوم دوت ايه المباريات اللي عندهم؟ هل في اسكندريه؟ يعني الاهلي امبارح لعب ليه الساعه 5:30 وبعديه يلعب اسوان، لانه بيلعب خارج القاهره، والمغرب بقى الساعه 5. المباراه في القاهره. ايوه. هو وجهه نظرهم ان هم في اسوان هناك متعودين على الحر، فبيستغلوا النقطه دي مع الفرق اللي جايه من القاهره او من اسكندريه او من اي حته، وبيقدروا يبقى ليهم الافضليه يعني. طب ما ينفع كابتن كريم؟ لا، هو بعد 4 ايام هيروح يلعب في درب، يلعب في اسكندريه، هيعمل ايه؟ ما هو بيقول لك يعني انا ايه استفيد من الظروف بتاعه المحافظه بتاعتي، كل واحد يستفيد بظروف محافظته. ازاي اذا كان المواعيد بتتلف على خلي بالك انا بنقل وجهه نظرهم، انا مش لا انا عارف طبعا. انا عارف ان حضرتك طبعا، انا عارف ان حضرتك مش مقتنع. يعني هم قالوا لي الكلام ده امبارح، يعني كلام مش مقنع خالص. طب الاتحاد والسموحه بيلعبوا ماتشات كتير الساعه 3، وبعدين بعدها ب4 ايام بيروحوا يلعبوا الساعه 8 في القاهره، بعدين يروحوا الاسماعيليه يلعبوا الساعه 5:30. ايوه. يعني ما فيش حد بيتعود على ميعاد واحد في المباريات. الكلام ده في افريقيا لما انا اقول لك تيجي تلعب الساعه 2 الظهر كويس، وحد هنا 2 الظهر عشان اعذبك علشان اكسب. انت دوري عام، دوري عام ده كل الانديه بتدفع المواعيد كلها.
وبتلعب كل 4-5 ايام. هي كل ماتشاته كده في الساعه 8 يا حاج عامر؟ لا لا حتى لا، في الشتاء؟ الجدول لا لا لا. اه طب ما عنده مباراه جايه الساعه 3 وبعد كده عنده مباراه لا الساعه انا بتكلم 5. على ماتشات اللي هتتلعب في استاد اسوان. لا طبعا مواعيد مختلفه. مختلف. طب اول مباراه لعبها الساعه 5 افتتاح الدوري. والتعدين اللي لعب وراه. ايوه لما كانوا الماتشين في ملعب واحد. تمام، لا يعني هي الموضوع هي مش مواعيد ثابت مختلفة. يعني. لما حضرتك تشوف الجدول وتطلع الاحصائيه بتاعت الجدول ايوه هتلاقي واخد مواعيد مختلفه كلها. طيب ماتشات الزمالك المؤجله هتلعبها امتى يا حاج عامر؟ والله انا هبدا اشتغل فيها. طبعا انا كنت منتظر ان مباراه الزمالك الاخيره كلنا طبعا كنا نتمنى يكسب ويروح كاس العالم للانديه، فكان متوقع لو راح كاس العالم للانديه يبقى 7 مؤجلات بدل 4. فهبدا ان شاء الله اشتغل فيها عشان احط لهم مواعيد مناسبه برضه. ايوه يعني ممكن تبقى مواعيد لوحدها خالص بره الماتشات الاسبوع، ولا ممكن تبقى مثلا يعني مثلا الاسبوع العاشر بيتلعب وفي مباراه مؤجله للزمالك بتتلعب معاه وبعدين الزمالك يلعب بعديها ب3 ايام ماتش تاني اللي هو بتاع الاسبوع العاشر؟ لا دي هتبقى صعبه. لان احنا دلوقتي الفتره اللي جايه هنلعب على 5 يوم. يمكن اول كام اسبوع لان كنا بنلعب كل اسبوع مباراه. ايوه عشان ما كنتش عايز اكتر مؤجلات لنادي الزمالك. انما دلوقتي عشان اعوض الفتره ديت، حضرتك عارف احنا 1-1 في تجمع المنتخب لغايه يوم 5 وبعد كده السوبر يوم 10. فاحنا نقولها من يوم 1 ليوم 12 في 40 يوم ما فيهمش دوري. يعني تجمع المنتخب من 1/1 ل5 يناير. 5 يناير بعدين نرجع لمباراه السوبر يوم 10. مباراه السوبر يوم 10 انت حاططها ليه في الوقت ده اللي بقى قبل معسكر عشان يبقى لا بعد الامم الافريقيه على طول. الامم الافريقيه 10/2 10/2 انا فاكر 10 يناير. ايوه لا 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 افريقيا تخلص يوم 5/2 لو وصلنا للنهائي من 14 ل5. لو وصلنا للمباراه النهائيه ان شاء الله في بطوله افريقيا البطوله تخلص 5 فبراير. بعدين ترجع لماتش السوبر. طب افرض لا قدر الله خرجنا مثلا بدري شويه من افريقيا ترجع الدوري؟ انا هشوف الفتره بقى ديت ممكن يبقى في اسيب مؤجل او مؤجلين لنادي الزمالك يلعب. في الفتره دي لما نرجع. لو لا قدر الله ان شاء الله مش عايزين يحصل كده، بس احنا بنقول في جميع الحسابات. لا يعني احنا لازم نحط كل الاحتمالات. الكوره فيها كل حاجه بالظبط. فانا لازم اعمل كل الاحتمالات كلها. لان حضرتك برضه هتلاقي عندك في الفتره من 20 ل 25 12 انا عامل فيها مؤجلات وكاس مصر في الجدول. لان الزمالك هيلعب يوم 17 وبعد كده يلعب 29 مباراه الاهلي، فعنده من 17 ل 29. ايوه ممكن العب فيها مؤجلات والعب دور 32 في كاس مصر. تمام. لكن السوبر بشكل نهائي يوم 10 فبراير ان شاء الله. ده الميعاد اللي متحدد مع بدايه الموسم. طيب حاج عامر احنا طبعا انا كمان ككريم وكنادي الزمالك وكجماهير الزمالك حتى المسؤولين في نادي الزمالك بيشكروك على المجهود الكبير اللي حضرتك عملته في تنظيم برضه مع المستشار مرتضى منصور تنظيم مباراه الزمالك وسان داونز. ان قالوا لي الحاج عامر حسين كان واقف 48 ساعه على رجله بيحاول يظبط كل حاجه مع المستشار مرتضى منصور ومجلس اداره نادي الزمالك. الحقيقه طبعا يعني يمكن اول مباراه والامن طبعا يعني الناس كلها اجتهدت يعني هي فرصه طبعا اشكر الناس اللي ساعدت فعلا. لان احنا كنا قبلها ب6 ايام بالظبط كان في اجتماع في مديريه الامن وعملنا لاول مره نعمل كل يوم بروفه في استاد الجيش برج العرب هناك واجتماعات من قياده المنطقه الشماليه من مديريه امن اسكندريه بقياداتها المختلفه. وكان في تنسيق كامل مع المستشار مرتضى بالتليفون معاه اول باول الكلام ده كله. لان المباراه احنا اعتبرناها المباراه ديت مباراه تهم مصر كلها مش مباراه كره قدم. حسبناها على المباراه دي كده. وان المباراه ديت هتتنقل في قناه عربيه والقناه العربيه ممكن بالغلطه بتمسكها عليها. مباراه نهائيه معناها ان العالم كله او نصف العالم افريقيا والعرب هيتفرجوا عليها. فبالتالي ان المنظر الجماهير والتنظيم والدخول خاصه ان الاتحاد الافريقي كله في 22 اعضاء الاتحاد الافريقي كانوا موجودين برئيس الاتحاد الافريقي. في 70 واحد من الشركات الراعيه اللي بيتعاملوا مع الاتحاد الافريقي موجودين. في نجوم وفنانين مستشار مرتضى ونادي الزمالك داعيهم. فطبعا كان في حدث كبير جدا. اتعلمنا من اخطاء المباراه السابقه على ان كنا ندخل في ابواب معينه باب او 2 او 3. حددنا الابواب وحددنا على التذكره
رقم الباب علشان ما يبقاش في تكدس على باب واحد. حضرتك عارف ان ابواب الاستاد جيش برج العرب ايوه كلها على شارع واحد، في 8 ابواب على شارع واحد، فكانت التذاكر بتتعمل مش مكتوب عليها رقم الباب، فبالتالي كله بيروح على اقرب باب، فبيبقى في تكدس وفي ابواب ثانيه فاضيه. تمام. فاحنا قلنا لا، التذكره يتكتب عليها رقم الباب. فالحقيقه في مجهود يعني اتعمل من كل القيادات اللي مسؤوله. المستشار مرتضى خلص كان عنده حاجه في القاهره، جه قبل المباراه بيوم، جه الراجل ركب القطر، جه الساعه 6 سيدي جابر، اجتمعنا معاه الساعه 10 قلنا له على كل البرنامج اللي عملناه، وكل واحد هيقعد فين، والضيوف هيجوا يقعدوا فين، والاتحاد الافريقي الاستراحه بتاعتهم فين. ما سيبناش حاجه الا اللي عملناها كابتن كريم، لان في الاخر المنظر والمشهد دوت انا عارف ان هو هيفرق في مظهر الحضاري لمصر كلها، ويفرق كمان بعد مباراه غانا كمان ان شاء الله في عوده الجمهور او التفكير في عوده الجمهور. والحمد لله ان الجمهور شرفنا، وكان رد فعل جمهور الزمالك الحقيقه، خاصه قبل كده كمان في موضوع التذاكر يا كابتن كريم. يعني تخيل حضرتك الساعه 2 بالليل المستشار مرتضى يكلمني بعد ما ختمنا ال 40,000 اللي فيه موافقه على 10,000 ثانيين، ال 10,000 دولت مش مختومين. نخلي مباحث الاموال العامه ومديريه امن اسكندريه يجوا من الساعه 2 للساعه 4 بيختموا ال 10,000 تذكره. ونكلم وكيل وزاره الشباب والرياضه الدكتور محسن في اسكندريه بتعليمات من المهندس خالد بعد ما جاب لنا الموافقه على ال 10,000 الثانيين، المهندس خالد عبد العزيز اداله تعليمات ان هو حد يروح للمسؤول بالخط الساعه 5 يبقى في مديريه الشباب والرياضه، ده كل ده بالليل في الفجر، علشان نلحق نعرضهم للجمهور في الاستاد. تمام. في 5 منافذ الساعه 9 الصبح. تمام. والحمد لله ناخذ الساعه طيب. 6 بعد الظهر، والناس كلها انبسطت وكله اخذ التذاكر، واليوم عدى على خير. في حاجه عايز توضحها للانديه للعيبه للمدربين قبل ما اقفل مع حضرتك؟ طبعا اهم حاجه وبلاح عليه الاجهزه. الاجهزه الفنيه والاداريه. حضرتك شفت امبارح منظر انا مش متخيل ان لاعب دكه بحالها مش قادره تهدي لعيب عندها. ده احمد سعيد ميدو لاعب اسوان. يعني احنا كنا بنشوف المدرب او مدير الكوره بيبرق للاعب بس بيقف مكانه. انما دكه كلها بتتحايل على لعيب هو من الملعب، وبعد كده يبرروا ان الناس كلها ضدهم. طب ما الانتاج كان ليها ضربه جزاء يا كابتن كريم، او الحكم نور حسب عليه، والكره اللي الحكم ما شافش المساعد التسلل وكان فيها ضربه جزاء بعدها بعد التسلل اللي ما حسبوش، ردت انفراد ما فيهوش تسلل والمساعد رفع عليه، كان انفراد للانتاج. يعني الحكم مش موفق هم والمساعدين على الاثنين، فما ينفعش نطلع نقول ان في اضطهاد، لان لو في اضطهاد ما كان حسب ضربه الجزاء الاولى بتاعت الانتاج. فطبعا ما ينفعش نقول اضطهاد، بعدين نشحن الناس اصل احنا غلابه واحنا عشان فقراء. لا، انت مش غلابه ولا فقراء، ده انت متراعي والصعيد كله متراعي، ويقول لك لازم واحد يطلع من الصعيد ولازم مجموعه يطلع من الصعيد. دلوقتي عندنا 3 انديه من الصعيد في الدوري. فلا ما يضحكوش على الناس، يعني اللي ما بيشتغلش يا كابتن كريم وعارف انه طالع دوري ممتاز، ودوري ممتاز معناها ان فيه فلوس وفيه احتراف. انما ما بتحملنيش انا ان النادي انت قاعدين يقول لي عايز العب في الاقصر بملعب وحش عشان فرقته وحشه عشان نلم نقط، ونسيب ملعب اسوان اللي هو فيه الاضاءه، الملعب الكويس اللي فيه طيران مباشر، في الحاجات دي كلها. ما ينفعش كل نادي يروح ياخد فرقه في ملعب وحش والقنوات الفضائيه تنقل الملعب وحش ده للعالم كله، وبعدين تيجي تقول ان الدوري قيمته كام؟ ما الدوري قيمته هتقل. تمام. حاجات كتير متراكمه لازم نراعي ان في دوري ممتاز غير الدرجه الثانيه، في قنوات فضائيه وفي فلوس وفي رعاه لازم نراعيها في الجدول، في مباريات مهمه لازم نحط لها مواعيد مناسبه عشان الاعلانات. صح. لازم احنا ما نعملش دوري عشان نادي ضعيف او نادي معهوش فلوس او نادي ما عندوش امكانيات او نادي مش مهتم بختار لعيبه غلط. بالظبط. انا مش هتحمل الكلام ده كله يا كابتن كريم. صح. بشكرك يا حاج عامر وبالتوفيق لحضرتك دايما، يعني حضرتك شخصيه محترمه جدا وبتحاول تعمل الصح دايما، يعني نتمنى لجنه المسابقات واتحاد الكره في الفتره القادمه التوفيق ان شاء الله. بنشكر الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، وبعد الفاصل مع كابتن سامي الشيشيني وكابتن شادي محمد ونبدا بقى بدايه كلامنا على ماتشات الدوري، وبرضه عايز اخد معاهم كده جوله في الدوريات الاوروبيه عشان نشوف انجلترا اخبارها ايه واسبانيا. انا عارف ان كلنا احنا هنا في الاستوديو بنشجع ريال مدريد، فبعد الفاصل ان شاء الله هناخد جوله اوروبيه كده في الدوريات العالميه، وبعدين نتكلم في مباراه طنطا والاتحاد السكندري. يعني هنروح اوروبا وبعدين نرجع على طنطا والاتحاد السكندري.